لو سألتني شو الفرق بين المبرمج وبين المهندس، رح شبه لك اياها بالهندسة المدنية. بالهندسة المدنية في عندي مبرمجين كثير، في عندي مبرمج ببلط الارض، وفي عندي مبرمج بعمر الحيط، وفي عندي مبرمج بصب البيتون، وفي عندي مبرمج بربط الحديد مع بعضه. في كثير انواع مصالح مشتركة تنضاف مع بعضها لحتى يعمروا البناية او يعمروا البرج او يعمروا الجسر. بس المهندس هو اللي بيصممها، المهندس هو اللي بيدرسها على الزلازل، هو اللي بيدرسها على الحرائق، هو اللي بيحط الفاونديشن، الاساسات، شو لازم يستخدم ماتيريال، شو الفرق بين اني اعمل ستيل ستراكشر واني اعمل ستراكشر بيتون عادي. طبعا في كثير ستيل ستراكشر اليوم عم بيتعمر. كل هاي المفاهيم بيفهمها المهندس، ما بيفهمها المبرمج. حتى لما بيتعلم عليه المبرمج بضل بيسويها مثل ما عملها اول مره مع المهندس، بس المهندس هو اللي بيحط التصاميم، هو اللي بيدرسها على الزلازل، المهندس هو اللي بيعمل هاي الدراسات، المهندس هو اللي بيحسب كميات. نفس الشيء بالسوفت وير انجينيرنج، المبرمج رح يكتب كود بيستبدله الاي اي، صار الاي اي بيعرف يعمل جنريت كود. فانا بالهندسه بدي صمم سولوشنز الكبيره. ليش كبيره؟ لانه كمان الصغيره صار ممكن يعملها الاي اي. فمين اللي بده سولوشنز كبيره؟ هي اللارج انتربرايز. مين اللارج انتربرايز؟ اذا بدي اعرف لكم اياها ببساطه، في عندي الشركات اللي بتفتح باي دوله بالعالم تتصنف على 3 كاتيجوري: سمول، ميديوم، لارج انتربرايز. اللارج انتربرايز مثل المؤسسات الحكوميه، مثل البنوك، المصارف، قطاع الاتصالات، شركات الاتصالات، شركات النفط، شركات الادويه. هدول تعتبر شركات ضخمه. المعامل، المصانع، هدول عندهم متطلبات مختلفة، عندهم السوفت وير كبير. اللاندسكيب بنسميه، يعني المدينة تبعته بالاي تي كبير، عنده أنظمة كتير ولازم تتكامل ولازم تحكي مع بعضها، في اعتماد كتير على بعضهم. الداتا بتكون موزعة على أكثر من سيستم، كل سيستم بيخدم شيء معين. بس الانتربرايز، فاللارج انتربرايز متطلباته مختلفة، والاي اي بيساعد اللارج انتربرايز بيطور من شغله، ميزة جديدة يستخدمها ويطور بشغله، بس ما تغير شغله، ما في يستبدل كل شيء عنده على مدى 30 و40 سنة. في مصانع عمرها 100 سنة، في بزنس عمره أكثر من 100 سنة، يجي يستبدل كل الاي تي تبعه من لما بلش الاي تي لليوم، حط له اي اي محله. لا، رح يصير في ريفام، رح يطلع الاي اي، بس هي الحلول اللي بدنا نحطها بدها تكون حلول هندسيه. فقط الحلول الهندسيه هي اللي رح تنجح على اللارج انتربرايز. حتى الاي اي لما رح استخدمه لطور الشغل باللارج انتربرايز رح يعطيني ادد فاليو، ما رح يلغي تاريخ كامل من الاي تي. عندهم سيستمز كثير، عندهم داتا كثير، عندهم الاي اي مستحيل يستبدلها كلها مثل ما عم بيسوقوا يعني بلمح البصر. في عندنا سنين لحتى نتحول كومبليتلي للاي اي، حسب كمان الاي اي كيف رح يتطور. بس كمهندس برمجيات اذا بتفهم هذا الحكي، انت في ديمومه، في استمراريه لعملك ولمهنتك، بس لازم توسع لي الافق تبعك كمهندس. ومن هون ابتدينا نحكي عن شركات الصغيره والكبيره مثل ما حكينا بالمنطقه العربيه، بالميدل ايست، بالشرق الاوسط، بدول الخليج. المصروف، البادجت الكبيره، الموازنات الكبيره من الدوله، والدوله هي اللي بتصرف اكثر شيء. شايفين التحول الرقمي اللي صاير بدوله الامارات وبالسعوديه وبقطر وبالكويت، الخدمات متطوره اكثر حتى من امريكا وكندا واوروبا كلها سوا. فهون نحن بدنا مهندسين، بدنا مهندس يفهم شو يعني حكومه الكترونيه، شو يعني ديجيتال ترانسفورميشن، كيف فينا نقدم حلول على مستوى لارج انتربرايز، على مستوى الحكومات، على مستوى المؤسسات الحكوميه، لنخدم المواطن بشكل افضل. هذا كله بده مبرمج. ما عاد شيء اليوم، يعني خلال سنه ولا سنتين رح يختفي شيء اسمه مبرمج. من هون كمان فينا نبتدي نحكي لارج انتربرايز شارك يشتغل مع اللارج الهيوج ميجا كامباني، بحس بسكيورتي. لما بيشتري من اي بي ام بحس بامان، لما بيشتري من اوراكل بحس بامان، لما بيشتري من مايكروسوفت بحس بامان. نادرا ومصروفه البادجت الصغيره، حتى المؤسسات الحكوميه، حتى البنوك، شركات الاتصالات، مصروفها الصغير بيكون لتشتري سوفت وير جديد، ولا المصروف الكبير، البادجت الكبير بيروح لتجديد الرخص، بيروح لتطوير الانظمه الموجوده اصلا. بيستثمروا، بيحطوا بادجت مثلا لحتى نبتدي شيء له علاقه بالتطوير والانوفيشن، تمام، بس بنفس الوقت بيضلوا يستثمروا بالانظمه اللي حطوا عليها، لانه هي اللي عم تخدم الزباين، هي اللي عم تجيب لهم بزنس. فكمان انا كمبرمج، هي نصيحه، روح بتعلم. انا كمهندس برمجيات روح بتعلم التكنولوجي المطلوبه او اللي بتطلبها الحكومات واللي بتوفرها الشركات الكبيره. فانا لازم دور بفلك اتعلم تقنيات الشركات الكبيره، بلتزم مع شركه مشان ما ضلني غير الكارير باث تبعي. فاذا انا بتعلم تقنيات من اي بي ام وجافا، بروح مع اي بي ام وبضلني بتعلم مع اي بي. اذا اختصيت بمايكروسوفت تكنولوجيز ولا بامازون اي دبليو اس بالكلاود، بروح بختص فيها، بختص للاخير وبفهم الهندسه تبعها، لحتى لما بنتقل، اذا اضطريت انتقل او اجتني فرصه عمل احسن مع شركه بتشتغل بتكنولوجي منافسه، تعلمت AWS، اجاني شغل على جوجل GCP،
فما بدي كب كل شيء تعلمته، رح تكون الشغله بسيطه اني انا انتقل بشهرين بثلاثه بتعلم، باخذ سيرتيفيكيت بجوجل، صرت فيني اشتغل بجوجل جي سي بي. بنفس الوقت جبت معي التفكير الهندسي تبعي لحتى ابني حلول كبيره، لارج انتربرايز، هاي الكلمه المفتاح. بهالسلسله انا يعني رح نبتدي معكم نعمل شورت فيديوز، يعني كم دقيقه كل يوم تحضروني طور التفكير الهندسي تبعكم. كلمات سمعانين فيها، يمكن ما بتعرفوا ليش، يمكن ما بتعرفوا شو بتخدمني كمهندس، كيف تطورت الافكار على التاريخ، يعني ليش من ابتدينا جافا خلصنا دوكرز، ليش طلعنا بالكلاود، ليش طلعنا بالبايثون اليوم على الاي اي. هذا الحكي كله رح نمشي عليه بحلقات صغيره، نعطيكم مقدمات عن كل وحده، نفتح الافق. فيكم تكفوا معي، رح ضل كفي انا، رح اعتبرها انه انا عم بنشر ثقافه الهندسه البرمجيات، وفيكم كمان تطوروا حالكم عن طريق القراءه والمعرفه والتثقيف الذاتي. شكرا، يعطيكم العافيه.